السنة قربت تبدأ دفعة 26. بداية أول السنة داخلة عليكم، يا رب تكونوا بخير. وانا جاي اقولك يا صديقي ازاي تبدأ اول اسبوع في اول السنة. ولو انت بدأت كمل على اللي أنا أقولك عليه، ولو ما بدأتش ابدأ البداية دي، لأن دايما أول أسبوع هو اللي بيفرق معاك. يا هيكون أسبوع عادي وممكن تبوظ فيه حاجات، يا إما تبدأ بداية أسطورية. أفضل الحكايات. اول حاجة يا صديقي هي اسمها نفسية البداية. ببساطة انك تكون بادئ ونفسيتك كويسة. كل اللي حواليك هم اللي هيظبطوا نفسيتك يا صديقي. البيئة اللي انت عايش فيها هي اللي هتظبط نفسيتك، هل انت كويس ولا هل انت مش كويس. فلازم تهيئ البيئة حواليك للثانوية العامة. بإذن الله السنة هتعدي زي اي سنة، فهي تهيئ نفسيتك اهم حاجة تهيئها. فكك بقى من اللي يشتتك، وفكك بقى من صحابك اللي يقولك تعال نلعب بلاي ستيشن. فكك من كل ده يا صديقي، ابعد عنهم السنة دي. قول لهم انا كنت في سنة في مالديف، وابعد عنهم يا صديقي. والمطلوب منك يا صديقي اهم حاجة دلوقتي انك تظبط دماغك، تريح دماغك زي ما بيقولوا. مش مطلوب منك تكون داخل متحمس بزيادة ولا تكون خايف بزيادة. المطلوب منك انك تهيئ دماغك ان في مرحلة جاية فيها تحديد مصير وتحديد مستقبل، وفيها تعب وفيها شغل. لازم تكون عارف كده، ولكن فيها تغيير فرص يا صديقي. يعني ممكن تغير فرصتك نهائي من واحد قاعد في حتة وحشة لواحد قاعد في اعلى المناطق السكنية. فدي اهم النقاط اللي ابتديت بيها وحبيت ان ابدأ بيها لدفعة 26. وعايزك تعرف حاجة يا صديقي، اللي كسبوا السنة دي مش هم الاذكى، بل هم اللي بدأوا بذكاء وكملوا بتركيز. عايزك تكمل بتركيز واكتب ورقة وقلم ان دي اهم جملة يا صديقي في الفيديو كله. وفي سنتك كاملة بتلخص لك تالتة ثانوي تما. ابدأ بذكاء، كمل بتركيز، وانت والله هتجيب مجموع عالي جدا ان شاء الله. وجينا بقى لأهم مرحلة، ازاي تعمل طريقة التهيئ للنفس بداية السنة. ابدأ شحن بطيء جدا، شحن بطيء. ولا تذاكر دلوقتي ولا تتعب نفسك ولا تمسك كتب ولا تشتري كتب دلوقتي، انا اللي بقولك. طب اعمل ايه دلوقتي؟ ابدأ من دلوقتي. هيئ نفسك، طريقة نومك، الصحيان بدري. نام الساعة 10، اصحى الساعة 6 الصبح. اقرالك بس، ابدأ اول اسبوع قراية مش اكتر، ما تخافش، سنة طويلة جدا. ابدأ تابع محتويات اللي تفيدك انت، تهيئ نفسك وتفتح نفسيتك. تابعها محتويات بقى يوتيوب او تيك توك. ابدأ تابع المحتويات وخد فيديوهات ونصايح تديك دفعة للامام مش دفعة للخلف. اول اسبوع ده يا صديقي الناس بتستهين بيه، فانت لو ما استهنتش بيه هيفرق معاك جدا، وهتفرق عن الناس كتير قوي. ان اول اسبوع ده الناس ما اعرفش ليه بتستهون بيه، انه اول اسبوع ده هو اللي هيدخلك المود. لو بدأت الاسبوع صح، مود الثانوية العامة هيبدأ معاك صح الصح. بدأته غلط، السنة كلها احتمال كبير تكون غلط في غلط. ابدأ اعمل شيك ليست في دماغك للحاجات اللي هتظبطها اول اسبوع. تعمل شيك ليست بالظبط على ايه؟ بص يا صديقي، تعالى امسك ورقه وقلم، مهم اوي والله العظيم. اول اسبوع ده والله هيفرق معاك السنه كلها. اكتب كده، انت اكتب كده في الورقه، انا مصادري ايه، هتابع مين، ومحتوايا ايه، وايه الكتب اللي هاخدها كده اول اسبوع. شوف هتتابع مين، عشان اللي هتتابعه مثلا انت دلوقتي واحد اخترتني هتتابعني، تابع بقية السنة. انت اخترت واحد تاني تابع معاه بقية السنة، ما تسيبوش. ويا ريت ما فيش تبديل مدرسين، ان ده بيلخبط الدماغات والشيك ليست بتاعك هيبوظ. ورابع حاجة يا صديقي كنت عايز اتكلم فيها، المكان العام اللي انت قاعد فيه، مكتبك او يكن سريرك اللي هتذاكر فيه، لازم تكون عارفه من اول اسبوع هتذاكر فين. الحاجات اللي حوالينك اوعى تشتت نفسك، ان دي اكبر غلطة يا صديقي في المذاكرة. هتقول لي بعد اول شهر انا مش عارف اذاكر، انا تعبت، مش عارف، نفسيتي تعبانة وانا بذاكر، عشان اللي حواليك بيشتتك. ابعد، شيل كل اللي حواليك وابدأ ذاكر. انت مثلا هتذاكر عربي، خد كتاب العربي، خد ملازم العربي،
شيل اي حاجة تانية غير العربي، وهكذا مع كل المواد. ودي الحاجات اللي هتميزك عن غيرك، ان كله بتشتت من اول اسبوع، فالسنة كلها بتبدأ تشتيت في تشتيت. فانت الحق ميز نفسك يا صديقي. وجينا لأهم حاجة في الفيديو، وهو رسالة يا صديقي هتكتبها عندك في ورقة من النهاردة. كل ما تتعب هتفتكرها، هتكتب ليه انا عايز اذاكر. مثلا انت نفسك تطلع مثلا ظابط، قول انا نفسي اطلع ظابط. فانت كل ما تتعب في المذاكرة، كل ما تتعب وتجهد ونفسيتك تتعب، هتبص في الورقة دي على مكتبك هتلزقها، هتقول لا انا هرجع تاني واكمل واتعب وابذل جهد. يعني ده حلم يا صديقي، هتضيع حلمك عشان تعب. تكتب الرسالة دي مهمة جدا، هي اللي هتحفزك طول السنة. ونختم بقى الفيديو ده بجملة حلوة قوي: لو بدأت صح كملت صح، لو بدأت غلط هتفضل تلحق نفسك كل اسبوع من هذا الغلط، ومش هتعرف تظبط نفسك. فاللي عايز اقوله لك ابدأ صح يا صديقي، وربنا معانا ومعاكو. ودي سنة مش صعبة ومش سنة تقيلة، بالعكس سنة سهلة جدا، بس هي عشان طويلة فانت بتحس انها تقيلة. اسأل مجرب وما تسألش طبيب يا صديقي. دي معلومة حلوة جدا. على فكرة اسأل مجرب دي حاجة ممتازة. لازم تسأل مجرب قبل كده، مش مجرب واحد، مجربين كتير، بالذات في الثانوية العامة. مش كل واحد يقولك حاجة يا صديقي، فانا بقولك الدليل اللي يرشدك على الطريق الصح. فياريت تسمع الكلام وهتنجح وهتجيب مجموع يفرح اهلك. والسلام عليكم.